لو أنت عايز تنجح في أي حاجة، فأنت لازم تاخد بأسباب النجاح، والنمو والتحسن التدريجي هو أهم سبب هيخليك تنجح إن شاء الله. وعشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن إزاي يكون عندك عقلية النمو. أول حاجة، واجه التحدي. كل الناس عندهم على الأقل تحدي واحد في حياتهم، وأغلب الناس بتهرب من مواجهة التحدي ده، والتحدي ده ممكن يكون حاجة كبيرة شوية زي إنك أنت تبدأ بيزنس، أو ممكن يبقى حاجة بسيطة زي إنك أنت تعمل برزنتيشن في الكلية، أو إنك تبدأ تتمرن. وشبه أكيد أنت عندك تحدي معين في حياتك وأنت شغال تتهرب من مواجهة التحدي ده، وأهم خطوة عشان تكسب عقلية النمو هي مواجهتك للتحدي ده، عشان أنت ساعتها تدفع نفسك بره الكومفورت زون أو دائرة الراحة، ووقتها فعلا هتتطور. تاني حاجة، تعلم من النقد. على سبيل المثال، مستوى مونتاجي لما أنا بدأت اليوتيوب كان سيء بشكل لا يوصف، ولكن بدأت أحسنه تدريجي بسبب نقدكم انتوا. وهو أيوة مستوى مونتاجي دلوقتي عادي جدا، ولكن هو أحسن بكتير عن لما بدأت. شايف اللي أنا عملته ده؟ أنا تقبلت نقدكم واتعلمت منه وحسنت من الشيء اللي انتم نقدتموني عليه. على الناحية التانية، لو أنا كنت بزعل من النقد وأقعد أمسح الكومنتات النقد بتاعتكم، وقتها كان زمان مستوى مونتاجي ما اتحسنش 1%. وده مثال بسيط جدا عن الخطوة دي، إنك تقبل النقد اللي هتتعرض له لما تبدأ بيزنس، لما تبدأ جيم، لما تتكلم قدام جمهور، او حرفيا لما تعمل اي حاجه في حياتك. اقبل النقد واتعلم منه، لان النقد هو اللي هيفتح عينك على حاجات انت مش واخد بالك منها، ووقتها هتعرف نقاط ضعفك، وهيكون سهل وقتها انك تحسن نقاط ضعفك دي، على عكس لما ما تكونش عارف نقاط ضعفك من الاساس. تالت حاجه، ركز على السعي مش النتيجه. على سبيل المثال تاني، إنك عايز تبدأ تبني جسم رياضي، ورُحت الجيم أسبوع، التاني، التالت، الرابع، بقى لك شهر كامل، ولكن ما فيش تحسن ملحوظ في شكل جسمك. هنا أنت لازم تركز على سعيك اللي أنت سعيته على مدار الشهر اللي فات، وتبقى سعيد باستمراريتك وتحتفل بيها، مش تقعد تتضايق إنك أنت ما لقيتش نتيجة. طيب ليه أنت لازم تركز على السعي وما تركزش على النتيجة؟ لأن تحويل تركيزك للنتائج الفورية وتجاهل السعي المبذول وتجاهل فكرة إن أي حاجة عظيمة وأي حاجة كبيرة بتحتاج وقت واستمرارية، هتخلّيك غصب عنّك مش قادر تحقق أي حاجة كبيرة، وهتلاقي نفسك بتستسلم بسرعة جدًا. فوقتها بقى مستحيل تعمل جسم رياضي، مستحيل تبني business ناجح، مستحيل تحقق أي نجاح حقيقي. فعشان كده أنت لازم تركّز على السعي والمجهود مش النتيجة. رابع حاجة، قُل كلمة لسه. أنا مش ناجح، أنا لسه ما نجحتش. كلمة واحدة بس غيرت المعنى بشكل كامل. جملة أنا مش ناجح مليانة سلبية ومليانة إحباط، وبعيدا عن قانون الجذب والكلام بتاع التنمية البشرية ده، هو فعلا الكلام السلبي بيأثر عليك وعلى إنتاجاتك بشكل كبير جدا. يعني على الناحية التانية، جملة أنا لسه ما نجحتش بتدل إنك في طريقك للنجاح إن شاء الله، وإنك متفائل بإنك هتقدر تنجح في الحاجة دي. نفس الكلام مع كلمة مستحيل. في مرة كنت بكلم واحد فبقول له هل تظن إنك تقدر تعمل مليون دولار قبل ما توصل 30 سنة؟ قال لي مستحيل أعملها. هو في اللحظة دي حط حدود لنفسه ولقدراته، وهيبقى فعلا مستحيل يحقق الحاجة دي. على الناحية التانية، في واحد مش شايف إنها حاجة مستحيلة، لأن في ناس عملوا الإنجاز ده، وما دام في حد عملها يبقى هي مش مستحيلة، ووقتها يكون عنده فرصة إنه يحقق الحاجة دي فعلا. هو أيوه ممكن يفشل، بس لسه في فرصة إنه ينجح، على عكس الشخص الأول اللي قال لنفسه إنه مستحيل يوصل للحاجة دي. ده قتل أي فرصة إنه يحقق الهدف ده. فخلي بالك كويس جدا من الكلام اللي أنت بتقوله لنفسك، لأن بدون مبالغة كلامك بيأثر على حدود تفكيرك وعلى قدراتك بشكل ملحوظ فعلا. واوعى تقول كلمة مستحيل واستخدم بدالها كلمة لسه، عشان ما تحطش حدود لقدراتك ولتفكيرك. وزي ما قلت، انت لو عايز تنجح فتطوير عقليتك هو احسن سبب تقدر تاخد بيه. فعشان كده الواجب بتاعك الاسبوع ده انك انت تواجه التحدي اللي انت بتتهرب منه، انك انت لو حد نقدك في الاسبوع ده تتعلم من النقد ده وما ترفضش النقد ده، وانك تركز على السعي بتاعك فقط وتبطل تركز على النتيجة. واخر حاجة، خلي كلامك ايجابي واستخدم كلمة لسه بدل كلمة مستحيل. وبس كده. السلام عليكم.